السلام عليكم، أنا ريم من ريمز كيتشن، واليوم سناك الجمعة. أول شي غمضوا عيونكم. سناك الجمعة اليوم حيكون سناك هيلثي. أرجعوا أفتح عيونكم تاني. أيوة فيله شوكولاتة بس فيله تفاح. وعادي إذا إحنا صحيين ناكل شوكولاتة مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع، المهم نتحكم في الكميات. فحنسوي شرايح التفاح بالشوكولاتة وترى مرة لذيذة. عشان نعرف كيف نسويها خلونا نروح المقادير. حنحتاج تفاحة، وهنحتاج شوكولاتة. الشوكولاتة اللي استخدمتها سيمي سويت، يعني كمية الحلى اللي فيها أقل من الشوكولاتة العادية، عشان اوريدي التفاح حالي فمو حلو سويت على سويت، حيكون تو ماتش. شوكولاتة بيضة، وصوص كراميل، فول سوداني، وآخر شي هنحتاج الأعواد حقت اللولي بوب عشان نوقف عليها شرايح التفاح. ودحين خلونا نروح لطريقة التحضير. أول شي حنجيب قدر ونعبيه موية ونخليها تغلي. أول ما تغلي حنحط الزبدية، بشرط إنه الزبدية من تحت ما تمسك الموية. حنحط عليها أول نوع شوكولاتة اللي هي الشوكولاتة الغامقة العادية. حنقلبها في الحمام المائي إلين ما تدوب، وبعدين نسيبها على جنب. بعد كده حناخد التفاحة ونقطعها شرايح. الشرايح أبغاها تكون عريضة، تقريبا سنتي سنتي ونص. انتوا يعني شوفوا إيش أبغى، ليش أبغاها عريضة؟ عشان الأعواد لما تدخل فيها ما تقطعها، لا تدخل فيها مظبوط في النص وما تخربها. سو حاولوا الشرايح تكون شوية عريضة ولا تقشروها، سيبوا القشرة. حنجيب منديل وحنطبطب على التفاح من الجهتين عشان ننشفه من مويته. دحين حنشتغل على الأعواد. حناخد عود وبعدين نغمسه في الشوكولاتة. بعدين اكتشفت انه مو لازم نغمسه في الشوكولاتة، بس كانت فلسفة. المهم حناخد العود وحندخله في شريحة التفاح. في البداية حتكسروها، أول واحدة حتنكسر، بس عادي بعدها حتعرفوا تدخلوها مظبوط في كل الشرايح. حناخد الشريحة ونغطيها بالشوكولاتة. لو غمستوها الشوكولاتة حتتقلها وتطيحها من العود، فحاولوا انتوا تغطوها بالملعقة وحاولوا تغطوا كل الجهات. وعادي حطوا كتير، ترى كل ما كترتوا شوكولاتة ترى كل ما كان ألذ. بعدها حنحطها فين؟ في صينية مفرود عليها ورق زبدة عشان ما تلصق. حنزين بالفول السوداني اللي عندنا، عشان دحين الشوكولاتة دايبة فالفول السوداني حيلصق فيها لما تجمد. حنحطها في التلاجة تقريبا ربع ساعة إلين الشوكولاتة تجمد. عبال ما تجمد الشوكولاتة على التفاح حندوب شوكولاتة بيضة عشان نزين فيها. إذا ما عندكم you can skip الخطوة دي، مو لازم. المهم بعد ما تزينوا بالشوكولاتة البيضاء ارجعوا حطوا الشرايح حق التفاح في التلاجة عشان كل شي يجمد. وبكذا هنكون خلصنا فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا لما تجربوها تصوروها وتبعتولي. واحدة نصيحة بس، لا تحطوها لين تاني يوم في التلاجة، ربع ساعة في التلاجة وكلوها في وقتها عشان طعمها ألذ في وقتها. أشوفكم في فيديو تاني قريب إن شاء الله، وبالعافية عليكم مقدما، وأحبكم جميعا من قلبي، ومع السلامة.